هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. عايزه قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا انا هعرض لكم الاوردر الجديد اللي جاي معانا. فانا عايزه لايكات على قد ما تقدروا، فجروا الفيديو لايكات. اي حد محتاج اي اوردر يقدر يطلبه مننا. ملحوظه سريعه، احنا شغالين في مكاننا فين؟ احنا اونلاين بس يا جماعه. الحمد لله، يعني لحد دلوقتي ما عندناش مكان مستقر، فاحنا اونلاين بس. طبعا بحط لكم لينك الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي، سواء بقى في اليوتيوب، في تيك توك، في الانستجرام. الاساسي بالنسبه لي من خلال الطلب هو الفيسبوك. بنشحن ازاي؟ بنشحن مع شركتين شحن، القاهره وجيزه ومدن جديده، دي شركه شحن بناخد 50% من ثمن الاوردر. وبنشحن مع محافظات، بس في حال شحن المحافظات بيتم دفع ثمن الاوردر كله، وبعد كده بشحن لك الاوردر. طب انت هتدفعي الاوردر من غير ما اجيبه؟ لا، هكون جبته الاول، هتحولي لي الفلوس، هشحن لك الاوردر. بس هي دي التفاصيل الاساسيه بتاعتي. يلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه. اول حاجه معانا السوت المحجره الخطيره ديت، موجود منها الوان كتير جدا. بتلبس البنطلون بتاعها يلبس لحد 85 90 كيلو. لو انت طويله زي ممكن 100 كيلو، بس هو بيختلف على حسب الطول والعرض يا جماعه علشان نبقى متفقين. وادي التيشيرت بتاعته واسعه جدا، تلبس لاكتر من 100 كيلو كمان، لان هو التيشيرت بتاعه بيكون اوفر سايز. يعني تقدري تاخدي مثلا البنطلون وتلبسي عليه مثلا بيزك من فوق، لو انت عايزه تدخليه من جوه البنطلون كده ويبقى ضيق، او تلبسي كمان ده على ليجن طوله مناسب جدا، او تلبسي الاتنين على بعض. فانت كده هيكون معاكي 3 اطقم شكلهم خطير. كمان معانا ايه تاني؟ معانا الشميز ده. الشميز ده تحفه، بيبقى كروازيه كده، انا يعني ربطته اي كلام علشان اعرضه لكم. طبعا شكله تحفه غني عن التعريف، قطن مخلوط، وان سايز، بيلبس لحد 75 كيلو. برضو بيختلف على حسب الطول والعرض، يعني انا ممكن البسه على اكتر من 75 كيلو، لان هو هيجي على قدي. على حسب انتي قصيره ولا طويله، ده اللي بيخلي المقاس معاكي مظبوط او واسع او ضيق. معانا البيزكس دي، جاي منها اللونين، اللون الفوشيا لونه خطير على الطبيعة، وجاي كمان اللون الاورنج. الشغل كله بيجي باي اوردر. الاوردر بيستمر قد ايه؟ يعني لو ربنا كرمنا ممكن ننزل مرتين في الاسبوع. اتاخرنا شويه فبيبقى الاوردر مره كل اسبوع، ده على حسب تسهيل ربنا، واحنا بننزل الشغل وملتزمين جدا في المواعيد. فيعني تابعونا باستمرار على لينك صفحه الفيسبوك. معانا الاوفر سايز ده، اللون الزهري شكله يجنن، ده التيشيرت لوحده، مش سوت على بعض. بس انت تقدري بقى تلبسيه على ليجن. عايزه اقول لكم ان طوله حلو قوي، يعني بصوا طوله معدي سوسته البنطلون، يعني هيبقى مغطي الجزء الخلفي لو انت مهتمه قوي بطول التيشيرت. اهو كده مثلا، وتلبسيه على ليجن هيبقى تحفه. تلبسيه على بنطلون جينز برده ضيق هيبقى تحفه. عايزه تلبسيه على بنطلون واسع، كل واحد وستايله والموديل اللي بيحب يحدده لنفسه. بنطلون بقى الكوريشة الخطير ده، بجد الخامة بتاعته حلوة قوي، الاستيك بتاعه فظيع، الماتيريال من جوه بصوا ناعم، نعومية مش طبيعية. ده مش وان سايز، ده مقاس واحد. انا وقفت بس فصلت التليفون وجبت لكم تاني. ده مقاس واحد بيلبس لحد 75 كيلو، ومقاس اتنين معانا بيلبس لحد 85 90 كيلو. ده جاي مش طقم على بعضه، بس اللي طلبته هي طلبت معاه البلوزه دي. لان احنا عندنا موديل بيبقى لابسه، فهو اللي كان لابسه كان لابسه كده هو، وعليه البنطلون، فكان شكله بجد كله على بعضه تحفه ويجنن على الطبيعه. الماتيريال بتاعت التوب خطيره، جه معانا منه كذا مره اللون البينك واللون الزيتي، وجه غالبا لون اسود مش فاكره. بس هتلاقوا الفيديوهات دايما نازله لكم، فانتوا تقدروا تتابعونا باستمرار. بيبقى كده مكشكش من الجنب، خامته حلوه قوي، وده وان سايز بيلبس لحد 75 كيلو. شكله خطير في اللبس، وعايزه اقول لكم ان اسعار الحاجه بجد اقل من بره بكتير. معانا بقى دريس القمر ده. عايزه اقول لكم ان الدريس ده جه في الاوردر اللي فات مقاس واحد، المره دي ده بصراحه شديده جدا ده بتاعي. انا لابسه فيه مقاس ايه، لابسه مقاس اتنين، وكمان فيه وسع عليا شويه صغنطتين،
يعني هو مش بيلبس لحد 85 كيلو، لا هو بيلبس لاكتر من 85 كيلو، بس على حسب طولك وعرضك. انا طويله فبيفرق معايا الحاجه جدا، وكمان يعتبر مش مليانه من فوق قوي، فانا بالنسبه لي هو جاي عليا تحفه. وكمان هلبس له بيلت كده هو من النص عشان يبقى شكله عليا احلى. فهو شكله حلو قوي، وبيتلبس باكتر من طريقه. بيتلبس كاب بيبقى خطير، وبيتلبس اوف شولدر كده، وبيتلبس واحد يعني نص كم وفي كتف كده يبقى واقع منه، وبيتلبس كده نص كم عادي. فهو في كل الخطوات بتاعته حلوة حلاوة مش طبيعية. الخامة بتاعته كوريشة ناعمة مش بتحرر، مش باينة الخامة قوي في التايجر لان القماشة مش ظاهرة لكم قوي، بس انا بحاول ابينها لكم. مش بيشف، نقطة لازم نقف عندها. مش بيبين دفوهات الجسم، برضو نقطة لازم نقف عندها رغم ان هو نازل على سطح، بس هو خطير في اللبس. هستنى ارائكم في الكومنتات. اي حد محتاج اي اوردر يقدر يتواصل معايا عن طريق لينك الاكونت اللي بسيبه في صندوق الوصف او التعليق مسبق. بحبكم جدا، مع السلامة.